السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. قبل ما نبدأ الكلام نصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. معاكم ابتسام. والنهاردة طلعنا على السطح كده عشان نشوف الحمام بتاعنا، لان بقالي يومين ما غيرتش الفرش بتاعه ولا نضفت المنير، فقلت اطلع كده انضف معاكم ونشوفوا كده الحمام مع بعض. الاولاني ده كان زغلول لسه ما كتمش بس ذكر، وديت حمامة ما شاء الله الله اكبر من غير ذكر، ولكن ده اول وش ليها بس هي من غير ذكر، يعني البضاية دي مش مخصبة، وده بيدل ان هي خلاص على جاهزة للتزاوج ومحتاجة ان ليها ذكر يعني وكده، وان شاء الله هنجيب ذكر ونحطه لها. بس انا وقعت في غلطة دلوقتي هقول لكم ايه هي. ما شاء الله الله اكبر، زي ما انتم شايفين كده الحمام راقد على بيض، ودول زغلولين عمرهم حوالي شهر ونص، ذكر وانتايه برضو. ما شاء الله عليهم. إيه بس بقى، وده ذكر اهو. ده بقى اللي احنا هنديه للنتاية، ودي الغلطة اللي انا وقعت فيها، ان انا حطيته مع النتاية ما دخلتش النتاية معاه، لان دي غلطة بيقع فيها ناس كتير، وانا نسيت وحطيته، وبعد كده انا افتكرته ففصلتهم عن بعض. لان طالما النتاية لو دخلت على الذكر فهي كده تمام خلاص، ولكن الذكر لو دخل على النتاية لا، مش هياخدوا بعض. ودي حمامية كينج طبعا ما شاء الله عليها برضو. كده انا خلاص خلصت المانير ونضفته وحطيت لهم الكلفة بتاعتهم، لان ده ميعاد الكلفة اهو. انا هنا حطيت الذكر مع النتاية للاسف، وبعد كده افتكرت ففصلتهم عن بعض، وبعد كده هبدل بقى خلاص. ودي البنيدي، وده الذكر الانجليزي بتاعها. دي كانت الزغلولة دي او الحمامية دي طالعة من الكينج. بس وخلصنا كده الحمد لله رب العالمين. نضفنا المانير والحمام كله تمام كده، وكمان ساعة هنطلع نشيل الاكل. وده كان فيديو النهاردة، ويا رب يكون عجبكم، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامة.